السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل وصفة تحفة تحفة تحفة، المكشكشة اللي بيقولوا عليها. بجد حاجة كده بقى تحفة وخطيرة وجميلة، مش هتاخد منكم أكتر من 10 دقايق في عمايلها، وهنجيب الحاجة كلها من البيت. بجد تحفة، مش قادرة اقول لكم. هنعملها بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، بحيث ان كله يعرف يعملها. انا بس بوريكم شكلها لما بتتقطع، بتبقى كريسبي من بره لبره. الطبقة اللي بره دي بتبقى مخرشفة كده وجميلة، من جوه بقى بينزل الحشو ايا كان الحشوة اللي انت عاملاها. انا حشيتها بالكاستر، وتقدري تحشيها باي حشوة، وممكن تعمليها كمان من غير حشو خالص. عشان كده انا ما جبتش وما صورتش الحشو، علشان خاطر ليكي الحرية كلها. اول حاجة معايا نص كيلو من الجلاش، ومعايا صينية يا دوبك دهنها كده نقطة من السمنة. وابتديت ان انا اجيب كده شرايح من الجلاش، ورقة ورقة، واحطها. اول ورقة كده طلعت مكرمشة، مش مهم، انا كده كده هظبط كل ده. بحط الورقة التانية، ودي كوباية من الزبدة على سمنة، سيحتها كده وحطيتها. وابتديت ان انا احط اول طبقة من الجلاش، وبعدين احط الطبقة التانية. ما بين كل طبقة والتانية الزبدة او اي سمنة بتستعمليها تكون طعمها حلو، بتاعت حلويات، علشان بتفرق جدا في الطعم. عايزة اقول لكم ان انا استخدمت الزبدة. الزبدة دي كانت قلبة ريحة الشقة، زي ما انتوا شايفين. وزي ما احنا عارفين، احنا بنحط ما بين كل رق والتاني الزبدة. وبعد كده زي ما انا قلت لكم، انا عملت الكاستر. بجيب معلقتين كبار من الكاستر، عليهم كوبايتين من اللبن، عليهم 4 معالق من السكر لو انتوا حابين. دي بقى كده انا اول ما عملت رق الكاستر، ابتديت ان انا اجيب الجلاش، بعمله ايه كأني بطبقه طبقة لبره وطبقة لجوه، وببتدي افرد في الصينية بتاعتي. زي ما انتم شايفين، طبقة لبره وطبقة لجوه، وابتدي افرش الصينية بتاعتي. بنعمل كله كده بنفس الطريقة لحد ما تخلص معانا الصينية. طبعا دي كان هياخد معايا يعني حوالي 7 8 دقايق، بس انا مرضتش اطول الفيديو. انا هكمل كل الرقات بتاعة الجلاش بنفس الطريقة لحد ما تتملى معايا الصينيه. بصوا زي ما انتم شايفين. وهجيب بقى باقي الكوبايه اللي انا كنت مسيحاها، زي ما قلت لكم زبده، واحطها كده على الوش. بس انا الاول بعمل بالسباتيولا كده عشان اتاكد ان كل حته متشبعه بالزبده، وبعد كده هكمل الباقي علشان ينزل لتحت. بصوا بقى كده، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا في التوقيت ده بكون حاطه فاتحه الفرن على درجه حراره 200، الرف الاوسط على الشبكه. يا دوبك ياخد 10 دقايق الفرن بتاعي يسخن، بتكون الفطيرة بتاعتي جاهزة. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي بقطعها كده بالسكينة تقطيع عشوائي، وان شاء الله لما تطلع من الفرن هكمل تقطيعها وهظبطها. بقطع علشان ادخلها الفرن. بصوا الزبدة سايحة فوقيها ازاي، يا دوبك 10 دقايق في الفرن. لما تلاقيها الفطير بتاعك ابتدى ان هو يلم اللي هو الجلاش، تقومي جاية طافية عليها ومولعة الشوية. وده شربات او سيرب. اول ما طلعت وهي سخنة حطيت السيرب ساقع، وده المنظر النهائي. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وتنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة. اللي عملته لو ان اللي عملته ما يتقدرش معلوم. الله، بس تستمر بس. طب انت تفرعني مجانا بارض تسوي شيء فلاني، وانا لما اجي اعمل لك عمليه اخد منك فلوس؟